ومش ملاحظين ان الحفلة والطقوس دي اتعملت بعد مشكلة ياسمين صبري؟ ياسمين صبري لما رفعت عليه قضية هو ما كانش متقبل ده، وان محمد رمضان يجر ناعم مع ياسمين صبري دي كانت كبيرة عليه جدا، وطبعا هو كان لازم يجر ناعم مع ياسمين لانها رفعت عليه قضية، ودي كانت مأثرة عليه نفسيا جدا. علشان كده كلموا المنظمة اللي كلنا عارفينها علشان يرتقي لمرحلة ما ينفعش حد ينافسه فيها، ما ينفعش حتى ان حد يجادله، ويكون محمي ويكون هو الإله على الأرض، يكون فوق الكل، هو يتحكم في الناس ومحدش يتحكم فيه، وإن هو اللي يحدد مصيره ومحدش يقدر يوقفه. وده ظهر لينا في أكتر من أغنية، إنه دايما كلمات أغانيه بتظهر عليها سيطرة وتحكم ونفوذ، وإنه هو الأعلى من أي حد. ولو لاحظنا هنلاقي كل أغانيه بتحتوي على رموز غريبة وشيطانية،